احلى برجر هتعمليه للمدارس بايديك تعمل لاولادك بانضف جوده، لان حاجه انت عاملاها بايديك في البيت بتطلع بالنتيجه القمر دي. هيبقى بالشكل التحفه ده. واهم حاجه ان انت ضامنه الجوده والنظافه لانك انت اللي عاملاها بايدك. تعالي نصلي على الرسول وندخل على المقادير على طول ونشوف احنا عملنا ده ازاي. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وستر من رب العالمين. احنا هنعمل مع بعض البرجر النهارده باللحمه المفرومه والفول الصويا. محدش يقول لي الفول الصويا وحش او بيجيب تعب او كده. الفول الصويا يا جماعه كله بروتين، يعني انت بتدي بروتين لاولادك في السندوتشات واللانش بوكس اللي هم ياخدوه كل يوم مع البرجر بتاعنا. تعالي بقى نصلي على الرسول ونخش على المقادير على طول، عليه افضل الصلاه والسلام. ده كيلو لحمه حمراء، وجبت عليهم 100 جرام دهن البوش. لازم دهن البوش ده يا جماعه عشان يخليلك اللحمه بتاعتك بالشكل ده كده، ما تبقاش نسبه السمنيه بتاعتها قليله، علشان نسبة الدهون لازم تكون في البرجر اقل حاجة خالص على الكيلو. هتحط 100 جرام او ربع كيلو دهون علشان يبقى معاكي كويس، وما تيجي تحمريه في الطاسة يديكي الصوص اللي هو بيبقى جوسي في قلب البرجر ده. تمام. نخش بقى احنا على ايه دلوقتي؟ ده البروتين بتاعنا، البروتين اللي هندخله مع اللحمة. الفول الصويا بتاعنا، الفول الصويا تجيبيه من عند العطار بالشكل ده كده، هتنقعيه بميه مغليه، بس ما تنقعهوش مده طويله، 5 دقايق 10 دقايق بالكتير وهنصفيه. احنا عايزينه يبقى يطرى وفي نفس الوقت ما يبوش من الميه. الفول الصويا بتاعك لو نقعتيه مده طويله هيبوش منك ويعجن ويبقى مش اخر حاجه حلوه يعني. هننقعه الوقت مع بعض. دي ميه مغليه اهي، هننزل على كده نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هتعدي على الموبايل بعد ما تحط الميه دي كده 5 دقايق بالدقيقه. هو بدأ ان هو يبوش اهو، 5 دقايق وتصفيه وتحطيه في مصفى يصفى. بالشكل ده كده. هنحطه في جنب 5 دقايق كده، ويبقى معانا البصل بتاعنا ده. للكيلو اللحمه هتجيبي بصلتين وسط، البصلتين الوسط هتقطعيهم جوانح بالشكل ده كده. البصل بتاعك يبقى جوانح بالشكل ده كده. تمام. هناخدهم نكرملهم على البوتاجاز بمعلقه سمنه بس، او اي ماده دهنيه عندك. كرملنا البصل على البوتاجاز وجينالكوا بقى بالشكل ده. الكرمله بتاعتك لازم يبقى سفري كده، واخد اللون السفري اللي يبقى في نفس الوقت متحمص على نار هاديه، عشان لما تيجي تضربيه في الكبه مع الفول الصويا ده يتضرب معاكي بكل سهوله وما يبقاش قاسي على الكبه بتاعتك. الفول الصويا لسه بيدخن اهو، ما عادش فيه ولا نقطه ميه خالص، لسه الدخانه طالعه منه اهو. سبته يصفى في المصفى على جنب. اما رحت على البوتاجاز وكرملت البصل ورجعت لكم تاني، اول حاجه خدت ربع الفول الصويا ضربتها الاول في الكبه. ده على حسب الكبه بتاعتك، لو الكبه بتاعتك يعني متينه والحمد لله كويسه ممكن تحطي الخليط كله على بعضه وتضربيه. اما انا عشان خوفا على الكبه بتاعتي ان هي تبوظ فحطيت شويه بشويه، وانت برضو اعملي كده، من الافضل ان انت تعملي كده. لما وصل معانا القوام للشكل اللي انا بوريهولكوا ده، هتنزلي برضو بنص كمية اللحمة. انا للأمانة ما حطيتش النص كيلو فول صويا كله او البروتين كله، ما حطيتهوش، استكترته شوية فاشتلت منه قيمة 8 كيلو كده، شيلته على جنب وما حطيتهاش كله. حطيت نص كمية اللحمة الوقت على البروتين مع نص كمية البصل اللي انا مكرملاه على البوتاجاز. البهارات صاحية مش مشكلة يا جماعة برص البهارات كده مرة واحدة عشان اعرفكم احنا هنحط ايه مع بعض. وضربنا اللحمة شوية كده ورجعت كشفت الكبة تاني وحطيت البهارات بتاعتنا. هنجيب بهارات برجر من عند العطار، الاكياس ديت هي بهارات برجر. على الكيلو حطينا كيسين، على الكيلو اللحمة وال 350 جرام فول صويا او بروتين حطينا كيسين برجر. وكل كبة من دي حطينا بطين. وبهارات من عندك شبت لا مؤاخذة يا جماعة، بهارات من عندك اللي هي توم باودر، بصل باودر، كمون، كزبرة،
ناشفة، فلفل اسمر اللي قاعد يتدحرج قدامنا ده، اللهم صل على النبي، بابريكا لو انت حابة اللون احمر شوية، بس انا ما حبيتش اللون احمر، حبيت لون البرجر يبقى لونه الطبيعي، فانا ما ضفتش بابريكا. دي حاجة ترجع لحريتك الشخصية. وطبعا الملح بتاعنا على كل كبة نص معلقة صغيرة. الكيلو البرجر، الكيلو اللحمة بتاعتنا هتاخد معلقة أكل ملح مساح، ما بنملاهاش قوي. وهنضرب كله في الكبة كده، وبالراحة على الكبة بتاعتك واحدة واحدة، علشان ربنا يعديها على خير. تمام كده، ضربنا المرة الأولانية ونزلناها، وهنشوف القوام بتاعها وصل لحد فين. شفتم؟ تحفة. ولا أجدع مصانع تعملك البرجر ده. اعملي انت بايديكي، ولحمة انت عارفة جايباها لحمة ايه، سواء اللحمة برازيلي انت عارفة، سواء اللحمة بلدي انت عارفة. زي ما احنا قلنا اللحمة بتاعتنا تبقى حمرا، ونحط عليها 100 جرام دهن بوش او ليا، لو انتوا بتحبوا الليا في الحاجات دي. انا عشان ما بحبش الليا فما بحطهاش. ونزلت بربع البروتين بتاعنا اللي لسه باقي، وباقي اللحمه، يعني انا حشت منهم شويه على جنب قدامكم اهو، علشان ما حطيتش النص كيلو، كله حشت منه شويه. والنص كيلو يمشي برضو لو انت حطيتيه ببيتك، عشان ان انت توفري، هو يمشي معاكي عادي، مش ما فيش فيه اي ضرر. بس انا علشان اكون امينه مع الناس وانا ببيع برضو البرجر ده، فمش عايزه ازود فول صويا كتير، عايزه تبقى اللحمه اكتر من الفول الصويا. 350 جرام فول صويا او بروتين. انت هتروح عند العطار هتقول له فول صويا او بروتين، هيديهولك على طول. وعلى الكيلو اللحمه اللي قدامك ده. وبرده نفس الحكايه، حطينا بطين وكل البهارات اللي في البيت عندك، مش شرط البهارات اللي انا بحطها كلها. لو عندك نوعين ثلاثه بس، لو عندك فلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه، يكفي عادي، مفيش اي حاجه. وممكن تقشري فصين توم لو انت ما عندكيش توم باودر ولا بصل باودر. كده كده احنا محمرين بصل على البوتاجاز، وقشري فصين توم لو ما عندكيش توم، وهتضيفهم في الكبة هيدوكي نفس النتيجة برضه. شفت العجينة تحفة وقمر. وهنحمر الوقت شوية مع بعض كده، بس اما اوريكي هتشكليها ازاي. صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحط لي لايك من ايدك الحلوة، عشان انا بجيلك بكل تكات اللي انا بشتغل بيها، وبطلع كل حاجة في شغلي، وعايزة منك اللايك الحلو بقى. اللي انا حطيته ده بيكنج باودر او كيك شيف، اي حاجة موجودة عندك منهم الاتنين، ده هيفتح لك قلب البرجر بتاعك، ويخليها هش وجميل كده. وتعجنيه كويس جدا، عشان الكيك شيف بتاعنا ما يبقاش في قطعة وقطعة لا. انا فصلت الكاميرا على معجنته شويه، ورجعت جت معاكم تبلي ايدك زيت عشان ما يلزقش في ايدك كده وانت بتعجنيه. وتعجني تاني كم مره ورا بعض كده، لما كل حاجه تتجانس مع بعضها. وتدخليه التلاجة او الفريزر. لو دخلتيه الفريزر في الجو اللي احنا فيه ده، هتدخليه ربع ساعه بس. لو حطيتيه في التلاجة متغطي زي ما هو كده، نص ساعه. لو انت ما عندكيش وقت خالص، ولقيتيه متماسك معاكي وعايزه تشتغلي بيه على طول، اشتغلي، مش هيقولك لا. اهم حاجه ان انت تتملكي في العجينه بتاعتك. تعالي بقى عشان نشكله. انت عندك عندك القمع اللي انا بشكل بيه ده، لو موجود عندك اللي هو المكبس بتاع البرجر، هتعملي بيه ماشي. تمام. لو مش موجود عندك، ما تقفيش على حاجة هي مش موجودة عندك. هتجيبي غطا برطمان، وغطا كمان قده نفس الحجم، ان هما يدخلوا جوا بعض. وهتفرشي الكيس زي ما انا فرشة كده، وهتنزلي باللحمة بتاعتك، وكيس فوقه كده برضو، وهتضغطي نفس ما انا بضغط باللي انا بضغط بيه ده. وهيطلع لك نفس النتيجة. هو مش هيبقى معلم كده، او عاطي البصمات اللي هي في البرجر دي، بس هيبقى في نفس الوقت مدور معاكي وكويس برضو، ويديكي نتيجة كويسة جدا. لو مش عندك ما تقفيش عليه، يعني ده علشان الشغل، فده بيبقى موجود في ايدينا. اما انا لو مش عندي وعايزه اعمل لبيتي، هعمل بغطا برطمان عادي خالص. اوريكم واحده كمان عشان تعرفي ان قطعه اللحمه بتبقى قد ايه اللي احنا هنحطها، تبع حجم الغطا اللي معاكي. لو الغطا اللي معاكي صغير، هتحطي فيه 50 جرام. لكن ده كان واخد مني 100 جرام، يعني قطعه اللحمه 100 جرام. تمام. وتفرديها بالشكل ده كده، واهم حاجه تكون شويه زيت جنبك كده تبلي ايدك منه. وهتحطي على وشه الكيس التاني، وهتضغطي بنفس النتيجة، سواء بالغطا اللي انت هتعمليه، او باللي انا بعمل بيه ده.
في وسط شغلي وفي وسط المعركة اللي ببقى فيها طول اليوم. لازم أنا أطلع لكم بنتيجة. القمر اللي انتوا شايفينها دي مفيش نتيجة أحلى من كده. حمرت لكم قطعتين تلاتة ووريتكم إن هو طري خالص، وشوفي هش من جوه ازاي، علشان الكيك شيف اللي احنا حطيناه، ومش دسم قوي، ما بيطلعش دسامة قوي، بس في نفس الوقت طعمه تحفة، وهيبقى عسل من ايدك ان شاء الله، احسن مني مليون مرة. لو عجبك الفيديو بتاعي اعملي لي لايك واشتراك للقناة عشان اكبر بيك ان شاء الله. مع السلامة، فيديو جديد. باي.